السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم فرخة مشوية في الكيس الحراري ومحشية بخلطة حلوة جدا ومتتبلة تتبيلة في منتهى الجمال. شوفوا ما شاء الله عليها، اللي يشوفها يقول دي كروم مش فرخة، حاجة كده فاخر من الآخر. بس تابعي معايا الفيديو للآخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله ونقول معانا المقادير. معايا هنا بصلايه متوسطه كده فرماها على المبشره، ممكن تطحنيها كمان في الكبه، ومعايا ليمونه ونص معلقه توم صغيره، ودول حبايتين من الطماطم بشرهم برضو على المبشره واخده اللحمه بتاعهم بس. معايا هنا معلقه صغيره من الملح وربع معلقه من كل حاجه، كزبره، بابريكا، كمون، حبهان على ورق لورا، جوز الطيب، فلفل اسود، بهارات فراخ. نقلب التوابل كده مع بعضيها. ومعايا هنا معلقة كبيرة من دبس الرمان، عندك حطيه، ما عندكيش مفيش اي مشكلة استغني عنه، بس بصراحة بيدي طعم حلو قوي ونكهة حلوة قوي للتتبيل. نعصر الليمونة كده ونحط البصل على الطماطم على الثوم، نص معلقة صغيرة بس من الثوم تكون مفرومة، ونحط التوابل بتاعتنا ونحط معلقة دبس الرمان. انا في الاول طبعا جبت الفرخة، شرط ان انت تقولي بتاع الفراخ وانت جايباها من عنده ان انا عايزة الفرخة دي هحشيها علشان يحافظ لك على الجلد ويحافظ لك على الرقبة بتاعتها ما تبقاش مفتوحة. جبتها غسلتها كويس وخليت الجلد من على اللحم، ونقعتها في محلول مية وملح ودقيق وليمون وشوية خل وطماطمايه، دعكته كله كده ببعضيه وبعد كده شطفتها وسبتها لما اتصفت كويس جدا. شوفوا هنا بقى خليت الجلد من على اللحم وجبت السكينة وشرحت الصدر من جوه اللحمة كده علشان اما اتبله يبقى التتبيلة باينة فيه كده وطعم اللحم حلو جدا. ناخد التتبيلة بتاعتنا وندلك، نعمل لها مساج كده من جوه، ندلك كويس وندخل التتبيلة في اللحم بتاع الصدر، لان احنا عارفين الصدر بيبقى بتاع الفرخة لو ما تشرحش كده مش هيتوصله التتبيلة وطعمه مش هيبقى حلو، مش هيبقى وصله طعم التتبيلة خالص. فعملتها بالشكل ده كده، شرحت الصدر من جوه وندخل فيه التتبيلة كويس. وياريت تعمليها من بالليل، يعني بيتيها ليلة في التلاجة او ليلتين، كل ما تقعد في التتبيلة هتشرب منها ويبقى طعمها حلو. انا حطيتها في الطبق، وضروري ضروري ان انتي تخلي الصدر بتاعها من تحت كده علشان التتبيلة كل ما بتنزل وبتقعد فيها الصدر بيتبل وبيشرب كويس جدا من التتبيلة. يلا بقى نعمل البتاع ده، الخلطة بتاعتنا. جبت معلقة زيت على معلقة سمنة وحطيت فص مستكة، ونحط بصلاية متوسطة كده مكعبات ونشوحها شوية، ونحط معاها رشة ملح علشان يدبلها بسرعة. ما شاء الله عليها الفرخة، تحسيها ديك رومي كده على وانتي حطاها وسط الاكل، يعني تنفع في اي عزومة هتشرفك جدا، محدش هيتخيل ان دي شكل فرخة. واعملي الوزن اللي انت عايزاه. وزن الفرخة دي 2 كيلو ربع. عايزة وزنها اقل من كده اكبر من كده مفيش اي مشكلة، هتستوي معاكي. الكيس الحراري ده جميل جدا، في منه احجام كبير وصغير، فبيسوي معاكي الحاجة بتطلع زبدة كده. هنا نزلت بالقوانص بتاعتي، كان عندي 2 قونصة وكبدتين، نزلت بيهم. حطيت القوانص الاول علشان القوانص بتبقى قاسية شوية فبتعوز سوا اكتر. حطيتها الاول كده مع البصل. ودي 1.5 كوباية من الرز. وقبل ما انزل الرز نزلت التوابل، فلفل اسود وجوز الطيب وملح، وحطيت الكبد وشوحتها شوية ونزلت بالرز. وبعد كده نزلت بالمية، يعني انا هسويه 50%، مش هسويه سوا كامل، لا 50% بس. هنا اول ما قمت الصبح طلعت الفرخة من التلاجة، حطيتها على الرخامة بره. الفرخة كل ما بتقعد بره التلاجة بتتبل اكتر وطعمها التتبيلة بتبان فيه اكتر. هنا بقى الخلطة معايا بعد ما استوت، انا مش بغطيها بصراحة وهي بتستوي علشان انا مش عايزاها تستوي
انا عايزاها بس نص سوا لان هتكمل سواها مع الفرخ. هنا حشيت تحت الجلد وحشيت بطن الفرخة وحاولين الوراك كده ونقفلها بالشكل ده. وياريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصل له كل جديد بإذن الله. هنا جبت الكيس الحراري، العلبة دي رخيصة جدا، بيبقى فيها حوالي 4 أو 5 أكياس على حسب الحجم اللي انت عايزاه. جبت الكيس، والخطوة دي ضروري جدا. حطيت معلقة دقيق. ايه فايدتها؟ بتخلي الفراخ ما تلزقش معاكي في الكيس. بعد ما عفرت الكيس كويس بالدقيق فضيت الدقيق اللي فيه، وندخل بقى الفرخة بتاعتنا المقلبظة الحلوة دي. بيبقى جاي معاها رباط كده بنربط بيه، بس انا هنا كنت نسيت، كنت عايزة دهن زبدة ففكيته تاني، وحطيت معلقة زبدة كده على الفرخة. ولازم نخرم الكيس كده حوالي 3 أو 4 فتحات علشان بيتنفخ، عشان ما يفرقعش منك في الفرن. حطيت هنا معلقة زبدة على صدر الفرخة من فوق كده، فوق الجلد. وكنت شغلت الفرن بقى على اعلى درجة، وحطيت كوباية مية مع في الصينية كده من تحت. وهنا الفرخة دي وزنها 2.25، خدت معايا ساعتين في الفرن. ما شاء الله عليها، والله كانت زبدة وطعمها في منتهى الجمال. شوفوا هي لسه طالعة من الفرن، فتخلي بالك لان الكيس ده بيبقى جواه كمية حرارة فظيعة، فربنا يسترها ان شاء الله. شوفوا انا ما شغلتش الشواية عليها، لا هي خدت لون مع نفسها كده جوه الكيس. فشوف الله اكبر عليها، جميلة جدا وطعمها وشكلها يفتح النفس. وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير، ومع السلامة.